لتليفونات بني سويف. شادي وجوه الجول وجوه الجول. الهدف الاول لتليفونات بني سويف سجله شادي محمد في الدقيقه 33 من زمن الشوط الاول من ضربه جزاء. هدف يضع التليفونات في المقدمه. بقول لكم هو ده حال الدوري يا جماعه، حال الدوري المصري، المتعه والاثاره، الاداء القوي، الاهداف الغزيره. ولكن اعزائي المشاهدين المباراه فيها كلام كتير واعتقد لسه فيها اهداف كتير. وادي ضربه الجزاء حطها بالقدم اليمنى. التليفونات متقدم التليفونات على الجيش حتى الان 1-0. عاليه عبد الله رجب في دماغه ترجع لمحمود عبده حطها للاعب سعد وائل، عدى قدامه المساحات والتسديده وجوه الجول. حلوه الهدف الثاني للتليفونات. مصطفى مهنا وكأن حمزه الجمل رايح يقول له شكرا اللي لسه مغيره في الشوط الثاني راح عليه اهو يا جماعه. يا سلام على مصطفى مهنا وهدف رائع دخل وعدى. هدف الثاني لتليفونات بني سويف. 2 تليفونات بني سويف. شوف عدى خبطت في الدفاع خدعت عماد السيد تسكن الشباك وهدف رائع لمصطفى مهنا. بقول لكم لاعب تحت السن وادي فوق ضمه نادي الزمالك حسام حسن وانضم هذا الموسم للطلع. ادي ايمن حفني عدى يا ولد بمهاره حلوه صلاح امين والله ولسه في كلام كتير واهداف كتير. والهدف الاول لطلائع الجيش. يا سلام على الدوري هذا الموسم يا جماعه، لغايه الوقت المحتسب بدلا من الضائع ممكن تلاقي اهداف. هي ده عنوان كل المباريات. الدقيقه 37 هدف رائع لصلاح امين وكانه بيرد عليا بيقول لي مش هنسيب ال3 نقاط. شوف بقى النجم الكبير ايمن حفني، يا سلام على الترقيصه، يا سلام على المهاره، يا سلام على التمريره. ده كله صناعه ايمن حفني.